مدير الفندق وهو بيعمل التفتيش الروتيني بتاعه على الأوض لقى بالصدفة شنطة سفر قديمة من نوع ستيم ترانك جوه أوضة واحد من النزلاء، ولما شاف إن النزيل خلاص عامل تشيك أوت فتح الغطا بفضول، ولما لقى الشنطة فاضية تنهد كده وقال إنه لو كل شنطة قديمة النزلاء بيسيبوها وراهم كانت تديها 5 قروش، كان زمانه مبسوط. الفكرة إنه أول ما قفل الغطا وحاول يزق الشنطة على جنب لقاها مش راضية تتحرك مهما حاول، كأنها مزروعة في الأرض. فتح الغطا تاني ولدهشته الشديدة الشنطة كانت مليانة عملات ب5 قروش. المنظر ده خلى ويلي مش مصدق وفكر إنه يمكن بيحلم، بس أول ما مسك العملات الباردة في إيده حس إن كل ده بجد، وبعد ما عدى الفلوس ورصها حس إنه عطشان، ومن غير تفكير قال للشنطة إنه نفسه في إزازة صودا مثلجة من اللي كان بيشربها وهو صغير. وبالفعل لما فتح الشنطة التاني لقى الإزازة قدامه، ومع كل أمنية كانت بتتحقق ويلي فهم إن الشنطة دي تقدر تديه أي حاجة نفسه فيها. قدام المفاجأة دي ويلي اللي طول عمره مفلس مش بس جدد أوضته المتهالكة وخلاها فاخرة، ده كمان قرر يعمل حفلة ويدعو كل الجيران، لدرجة إنه عزم شوية بلطجية من المنطقة كانوا دايما بيتريقوا عليه. ولما العصابة دخلت وشافت اللمة الكبيرة داني زعيمهم افتكر إن ويلي بقى غني وبدأ يفكر في خطة حقيرة. راح قايل لحبيبته كاندي تقرب من ويلي وتشوف قصته. ويلي المسكين اللي ما كانش يعرف علاقتهم الحقيقية صدق كلام كاندي الحلو وفرح بيه وبدأ يتصرف بكرم زيادة قدامها. تصرفاته خلت كاندي تقتنع إنه فعلا معاه فلوس.